السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي بيتابعني اول مرة، انا حنان السيد ودي قناتي. اهلا وسهلا بيك. رجاء لو بتتابعني لاول مرة وعجبك محتوى القناة، متنساش تدعمني بالسبسكرايب واللايك والشير عشان يصلك كل ما هو جديد، وكمان عشان المحتوى يوصل لأكبر عدد من الناس يستفيدوا بيه إن شاء الله. لفيت دول كتير وجربت وصفات كتير، وكان من أجمل الوصفات اللي بستمتع بيها جدا، بس حتى لما بسمع اسمها أو أشوفها، هي البايليا الأسباني. من أشهر الوصفات والأطباق اللي بتتميز بيها أسبانيا. أنا النهاردة هقدمها لكم بكل أسرارها وتفاصيلها. تابعوا معايا الخطوات وإن شاء الله تكون سهلة وبسيطة. البايليا بتتنفس في طاسة شبيهة كده، عارفين بالطاسات بتاعت اندونيسيا وشرق اسيا. طاسة كده غويطة شوية وواسعة، فبنقدر ننفذ فيها الوصفة. ما كانش في اي صينية او عادي في حلة عادية. بننزل بزيت زيتون، وده اساسي جدا جدا في الوصفة بتاعتنا. زيت الزيتون مهم جدا ولازم يكون نوع جيد. نحط زيت الزيتون يا دوبك، نفتح النار نكون مجهزين فراخ. انا كان عندي صدرين، قطعتهم. حطوا الكمية اللي تناسبكم، مكعبات، ونزلت بيهم وحطيت عليهم رشة ملح وفلفل وقلبتهم مفيش 3 دقايق، وبطلعهم على طول من الطاسة فورا. بعدين بنزل بكمية تانية من زيت الزيتون، وعلى طول بيكون عندي بصلاية كبيرة متقطعة أو مفرومة، بنزل بيها وأقلبها تقليبة كده كويسة. وبعدين عليها حوالي 4 فصوص من الثوم مفرومين، هنزل بيهم وأقلبهم في الطاسة كده مع البصل بس يدبل. تمام لحد كده، تمام. ال- الحاجة بقى الجميلة قوي واللي بتديها طعم ولون وشكل، الفلفل الألوان، أخضر أحمر أصفر، يكون متقطع، وهننزل بيه برضو ونقلب كل المكونات مع بعض من غير ما نحط توابل ولا أي حاجة. الريحة مش عايزة أقول لكم. المكون اللي بعد كده وهو بقى اختياري، بتنزلوا بكاليماري، ممكن فيليه سمك، اي نوع متوفر عندكم. انا كان عندي كاليماري وفيليه مقطع مكعبات كده، نزلت بيهم. انا طبعا زي ما انتوا شفتوا فرغت كده زي حتة فاضية في النص، ونزلت بالسمك وحطيت عليه بس رشة ملح ورشة فلفل، وقلبته كده شوية، وبعدين مزجته مع المكونات اللي احنا حطيناها، البصل والفلفل. كمان بننزل بقى بكوباية من بسلة مفرزة أو تكون مسلوقة قبلها نص سلقة. قلبتها شوية، خلاص تمام. بنزل بقى بالفراخ اللي احنا كنا شوحناها في أول الفيديو. دلوقتي بقى بجهز الرز بتاعي، بحط عليه بهارات بابريكا وكركم وكاري وبابريكا حلو، وبحط كزبرة وفلفل وملح. بقلبهم مع الرز كويس وبنزل بيهم ونقلبهم. اللي حابب يزود حاجة في البهارات هو يعني بيحبها. البهارات هنا يعني العبوا فيها زي ما انتوا عايزين، يعني حطوا اللي تحبوه. بعد كده بننزل بيه كوباية من الصلصة أو عصير الطماطم. حوالي 3 طماطميات معصورين كويس ومصفيين، وعليهم معلقتين من معجون الطماطم. ونقلب كل الخليط ده كله مع بعضه كويس. ولحد كده بقى، بعد كده مش هنقلب، يعني احنا هنقلب تقليبة كويسة، كل حاجة امتزجت مع بعض. بعد كده نخلي بقى الشكل ثابت عشان هنبتدي نحط بقية المكونات. كان عندي كابوريا، ده اختياري مش اساسي، بس انا حبيت ان انا اضيفها. وهما بيحطوا اللي هو بلح البحر. فانا كان عندي جندفلي، قلت اجربها بيه، بصراحة طلعت رهيبة، يعني فوق الوصف. يعني الطبق ده فعلا بجد
حتى لو بتغير في اي محتويات بيفضل هو حاجة كده، يعني مش قادرة اوصفها. انا برص الجندفلي، رصوه باي طريقة تحبوها، وكل ده لسه معلهوش اي حاجة. احنا هنجهز صوص كده شبيه بالدقوس الكويتي، اللي هو بنحط شوية كزبرة عليهم، توم، كمون، فلفل، ملح، ليمون، زيت زيتون، ونضربهم ضربة كده في الخلاط. ونحط بقى على وش الجندفلي والكابوريا بتاعتنا، نخلي كل حاجة تاخد من الصوص ده، عشان بجد بتفرق في طعمها جدا، والريحة بتبقى وهي بتستوي خرافة، يعني بجد تحفة. اتمنى بجد تجربوا الوصفة دي، لان بجد هتعجبكم قوي. طيب انا معايا دلوقتي يعني كنت سلقة راس اللي هي بتاعة الروبيان او الجمبري، في مية بجزر وكرفس، وحطيت معاهم كمان جندفلي وملح وفلفل، وعملت بيها الشوربة دي. ويا دوبك انا مش بخليها يعني يا دوبك الشوربة تبقى بس كده مغطية الرز بتاعنا، لكن مش بكمية كبيرة علشان الرز ما يعجنش. احنا عايزينه مفلفل كده. فدلوقتي بقى اخر خطوة، اللي هي انا حطيت فيها الجمبري بتاعنا او روبيان الجامبو. حطيت كام واحدة كده على الوش بيديله شكل حلو قوي، وحطيت عليها من الصوص اللي كنا مجهزينه. وبعد كده كان عندي ليمون، قطعته حلقات وبحطه عند طرف الطاسة بتاعتي، واغطي، لان هي الليمون ده كمان بيخليها ريحتها مش طبيعية، مش طبيعية بجد يعني. طعم مش قادرة اوصفه. احنا بنغطيها بالفويل ونسيبها على النار، بتاخد تقريبا حوالي ربع ساعة كده على نار متوسطة. وبعد كده بنهدي ال5 دقايق او ال10 دقايق الاخيرة، بنهدي خالص النار، وبتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني بجد مهما نقول انا هظلم الوصفة دي. اتمنى ان انتوا فعلا تجربوها، واتمنى تكون كانت سهلة عليكم، واتمنى ان انتوا تستمتعوا بيها وبتفاصيلها. وصفة مناسبة جدا لعدد كبير من الافراد، العيلة، وكمان لو في عزومة حاجة تشرف جدا. اتمنى يا رب ان انتوا تقدروا تنفذوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه، وتستمتعوا بيها إن شاء الله مع عائلتكم وأصدقائكم. وقبل ما أسيبكم حابة أقول لكم يا ريت يعني ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، لأن ده بجد بيطلع القناة لقدام، والمحتوى بيوصل لأكبر عدد. وده هدفي إن شاء الله، إن الكل يستفيد من كل الوصفات اللي أنا بعرفها. واستنوني في وصفة جديدة، والسلام عليكم.